صباح الخير الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بخير وعافيه. ما حبيتش نغيب عليكم، جيتكم اليوم باش تعيشوا معايا صبحيه نهير عادي، وباش نشارك معاكم طريقتي في الاحتفاظ بالبيتزا. اني كي قاعده نلم في المعونات اللي خاسلتهم من البارح، وركحت الحوض متاعي باش نبدا نهاري. اني كي طيبت درع بسكوكو فطور الصباح هي وللصغيرات. كما تعرفوا الدرع عنده برشا منافع، وتوا وقته سيرتو بردت الدنيا، وهذو مكعبات كيك عندي الحق حاضرين، ورشة الشامية، وهذاك فطيرنا. وبعديك الصغار تعداو ومشاو يقراو على رويحاتهم. نتنظم في السيجور هذيكية اللي خاطر مكثر حركتي هنيكايا فيها التابلة مونجي متاعي مقابلة الكويزين. اول ما نبدا بها هي، وباش نتعدى بعديك نحضر البيتزا متاعي. العجينة سبق وشاركتها معاكم في القناة، ان شاء الله تلقاوها في صندوق الوصف اللوطة. للي ما شاهدهاش الحق من انجح الوصفات وتنجح لك من اول مرة. وهني كي تاع الصوص متاع البيتزا ما شاركتهاش معاكم قبل. طريقتي سهلة وبسيطة، جست مكونات زاد خفاف. نقلي البصل، ومن بعد طماطم نستعمل كان طماطم الكعب، وطماطم الكعب نطيبها في الفور الساعة، وبعديك نرحاها ونفوحها بشوية ملح فلفل اكحل وكيلو زعتر وشوية حبق. هذا هو. وهني كيش نتعدى نعمل كعبات الميني بيتزا متاعي. حضرتهم هنيكيا مسبقا، خاطر ان شاء الله نهار السبت عندي شكون جاي بحذايا وكل، باش نربح الوقت، خاصة تبدا مرة عندك صغار ولا تبدا تخدم، ولا هكا ديما تلقاهم هذومايا كيما نقولوا ريتسوكو، هيك ضيافة، والا نهار قالقة ما عينكش في التطيب، والا باش تعشي، ولا باش تهزهم مع البلاصة معاك، ولا قوتي للصغار، ولا هاكي تعمل كونتيتي اللي تساعدك وكل، وتخباها. نحضرهم الكعبات ونطيبهم بالصوص معناتها نتاع البيتزا كما قاعدين تشوفوا هنيك. الكبر انتم تتحكموا فيه، يعني خاطر باش نمدها كوميطون سالي، هذاك علاش استعملتها صغيره. وهني البقيه نتاع العجينه استعملتها، عملتهم كيما لي ميني ساندويتش. ان شاء الله تو تشوفوهم من بعد الفيديو القادم ان شاء الله، كيفاش معناتها باش نشرجيهم، وكيفاش بريزونتيهم والكوليكي. حاسلواني فكره نفس العجينه استغليتها، عملت منها لي ميني ساندويتش هذوما. وهني كي ناخذ بواد دو كونجيلاسيون، ونرص فيها كعبة البيتزا متاعي ولا اي نوع تاع معجنات، ونطبق عليها بالغطاء وكل، ونخليها في الكونجيلاتور حق طريقة ناجحة وتساعدك تربحك برشا وقت. اصلا هوكا نتصور برشا لما حالة يعرفها ما جبتش حاجة جديدة، لكن حبيت نشارك معاكم. فما ناس ما تعرفش ويمكن يحصل لها الإفادة. ونفس الحاجة